الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، فجعل الله عز وجل هذه الجنس في ميزان حسناتكم يوم القيامة، اللهم آمين. سيدنا عمرو بن الجموح صحابي جليل ابتلاه الله تبارك وتعالى ربما يكون بشلل أطفال في إحدى قدميه، كان به عرج، والعرج يعفيه من الجهاد في سبيل الله، إلا أنه آثر وصمم أن يجاهد في سبيل الله. وليس هذا فقط، بل اشتهى أن يلقى ربه تبارك وتعالى شهيد، اشتهى الموت في سبيل الله. ولذلك كان في الغزوة التي مات فيها في غزوة أحد هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أرأيت إن وثبت بعرجتي هذه الجنة، إن وثبت بعرجتي هذه الجنة أفتكون صحيحة بعد ذلك؟ قال: نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره، وكانت هي من البشريات له بالجنة من البداية. وبالفعل يقاتل وليس عليه قتال، لأنه أعرج، والأعرج والمريض والأعمى كل هؤلاء ليس عليهم جهاد، وقد وضع الله عز وجل عنهم هذا الفرق، خلي بالك. إلا أنه صمم أن يطأ بعرجته هذه الجنة، وكان ذلك بالفعل. فمن سأل الله الشهادة بصدق داخلي فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، بلغه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. زي ما ضربنا مثال كده يوم الجمعة إن سيدنا خالد الذي لم يهزم أبدا، لا في إسلام ولا في شرك، لم يهزم قط، لو هو مشرك ولا بعد دخوله الإسلام، طول ما هو قائد كان محنك عسكري. وهذا هو فضل الله عز وجل على عبده خالد بن الوليد رضي الله عن سيدنا خالد. وبعد ذلك هو يقول عن نفسه: أموت ميتة البعير. ليه؟ لم يدخل الله تبارك وتعالى شهيدا في معركة متأثرا بضرب، مع أنه كما قال عن نفسه: لا يوضع في جسده موضع شبر إلا وفي ضربة بسهم، طعنة برمح، ضربة بسيف، أي مكان في جسمه كان مطعون فيه. ومع ذلك مات على فراشه. ولكن هؤلاء صدقوا مع الله تبارك وتعالى، ولسوف يعطيهم الله عز وجل الشهادة حتى وإن ماتوا على فراشهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المجاهدين الذي خاض جميع المعارك، خلي بالك، وظل فيه جهاد مستمر منذ أن أمر بتبليغ الدعوة 23 سنة، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر يناهز 63 سنة وهو في جهاد. حينما ارتاح الأمر وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا خلاص، ما عادش ليك مكان يا رسول الله في الدنيا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ده خلاص. ولذلك حينما نزلت قال: ما أراها إلا قد نعيت إلي نفسي. وبالفعل مات النبي تقريبا بعدها
ب 83 يوم ب 80 يوم، لا نزلت عليه في حجة الوداع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الكلام ان سيدنا عمرو بن الجموح قال لا، ده فرصة، أعرج مش مشكلة، وضع عني الجهاد أبدا، لابد أن أثب بعرجتي هذه، أي أن أقفز بعرجتي هذه إلى الجنة. ولذلك بعض العلماء قال يا ابن آدم كلما أذنبت وثبت، كلما أذنبت وثبت، ويوشك أن تثب وثبة في جهنم. ألا هو الإنسان منا بالله عليه، أنا جاي من بعيد وبأجري كده خلي بالك، وهاجي عند العمود ده وأبدأ أقفز، بعد ما فعلا أنا قفزت وطرت عن الأرض، هل أنا ممكن أتحكم في نفسي ما انزلش على المسمار اللي في الأرض اللي هناك دوت، ما انزلش على السكينة اللي مرمية في الأرض، على حتة الزجاج اللي مرمية في الأرض تعورني؟ هل أنا أتحكم في نفسي؟ أبدا. أو الصحابي أو العالم الجليل قال كلما أذنب قفزت. طب هي راحت فين؟ ده اللي طالع من معصية أصلا. كلما أذنب قفزت، قفزت فين؟ أكيد إلى النار طبعا، ما فيش كلام. يوشك أن تثب وثبة تكن فيها في جهنم، فاحذروا على أنفسكم من الذنوب والمعاصي. ولذلك سيدنا عمرو بن الجموح قال لا، أنا النهارده لازم أثب، بس دي وثب الطاعة، وبالفعل فعلها الأسد سيدنا عمرو بن الجموح، ووثب بالفعل بعرجته، ولكن وثب إلى الجنة. وحينما مات والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، إن طبعا في المعركة دي مات فيها كام؟ 70 واحد من خيرة صحابة النبي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ما أنتم السبب؟ ليه أصابتم مثليها؟ لأن كان بالفعل كان في غزوة بدر أصاب النبي 70 من صناديد قريش وأسر 70. لما يجي في غزوة أحد بعد أن عصى الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان بين ظهرانيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سنن كونية، دائما النصر يكون لمن أطاع الله، ودائما الهزيمة تكون لمن عصى الله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أمرنا وقال وأعدوا لهم أفضل الأسلحة. لا والله ما قالش كده خالص، قال ما استطعتم، اللي تقدر عليه. هو بيكلم مين أصلا؟ بيكلم المؤمنين، بيكلم الناس اللي بيخافوا من ربنا تبارك وتعالى، المتمسكين بشرع الله. ما استطعتم من قوة، على قد ما تقدر. ده الطيارة يعني يا دوب ماشية، ده بتنفخ، ده بتطلع زيت وهي ماشية، مش مهم خالص، وهتصل للهدف، ويكون النصر بفضل الله تبارك وتعالى. نافذ النصر اللي بيحتفلوا به كل سنة في 6 أكتوبر. إيه 6 أكتوبر ده؟ دائما وأبدا كل أغلب المعارك التي أقيمت في رمضان كان حليفهم النصر. ليه؟ إيه السبب؟ لأن جميع الأمة كانت في طاعة، جميع الأمة، اللي في الجيش واللي بره الجيش، اللي جوه واللي بره، الكبير والصغير والرجال والنساء، الكل جميعا في طاعة الله تبارك وتعالى. اسمه النصر العاشر من رمضان، مش نصر 6 أكتوبر. أي 6 أكتوبر؟ الاحتفال دائما يكون ب 6 أكتوبر، ده مما عمت به البلوى. لكن أغلب فتح مكة كان في رمضان، غزوة بدر كانت في رمضان، وغيرهم كثير عن جميع كانت في رمضان، غيرهم من كثير من المعارك الفاصلة بين الحق والباطل كانت في رمضان. وكان النصر حليفا للمسلمين. ايه السبب؟ أنهم في طاعة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى إذن الأمر كله الموضوع في يد الله تبارك وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. كون إن الملائكة تنزل والملائكة للنصر؟ لا والله. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يبقى الموضوع حتى الملائكة ما كانش فيها النصر، لكنها كانت بشريات. ولذلك حينما نزلوا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر هات بالشيخ فقد جاء نصر الله. ما قالش جاء جبريل هو اللي هيعمل لنا وهو اللي هيسوي لنا، ده دي رحمة ربنا تبارك وتعالى بالمؤمنين.
ولذلك جبريل ما هو نزل في غزوة أحد، وميكائيل نزل في غزوة أحد ودافع بالفعل عن رسول الله. هو سيدنا جبريل مش هو اللي أخذ القرية سيدنا لوط على ريشة من جناحه من تحت كده ورفعها إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب كما قال المفسرون وجعل عاليها سافلها؟ ومع ذلك كانت الهزيمة في غزوة أحد ومعهم الملائكة كمان ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ سنة كونية، إن ما دام في معصية يبقى لازم يبقى في هزيمة، ما دام في طاعة يبقى لازم يبقى في نصر. ده شيء طبيعي. أنت مطيع لله تبارك وتعالى يبقى هتنتصر على الشيطان. طيب عاصي لله تبارك وتعالى يبقى هتنهزم أمام الشيطان. هينتصر عليك الشيطان، ده لازم شرط أساسي. دي سنة كونية لا محالة ولا مفر. سيدنا عمرو بن الجموع وثب بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي كده ويتفقد الناس اللي ماتوا، بسم الله، وجد سيدنا عمرو بن الجموع وابن أخيه ومولاه اللي هو العبد بتاعه، وجدهم الثلاثة قتلى. خلي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه: كأني أنظر إلى عمرو بن الجموع بقدمه صحيحة يمشي بها في الجنة. الله الله الله، مش بيعبد ولا بيزكي ولا كده ولا عنده شلل أطفال، لا أبدا، ما فيش عنده كلمة صحيحة من البشريات. ده لسه موجود معاهم في الدنيا، ما أنا عارف إنه لسه موجود معاهم في الدنيا، لكنها بشرى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لسيدنا عمرو بن الجموع رضي الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم.